ليش تطلق؟ طيب اللي مسكينه لاهيتين في البيت مع العيال مع البزران، هل هي تدري انك قاعد تضحي بعلاقتك معها؟ ما هي بورقة إكة هي بترميها تنضج 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 تنضج، خلاص فترات نضج. في الفترة اللي جلستها في البر سبحان الله كانت علاقة حضيرة، خلاص ما عاد أبغى أحد، ما أبي أحد، أقول خلاص أنا معي الله ما أبي أحد. لا تقسون على أبنائكم، ترى في النهاية روح وجسد ومشاعر، حاول تخترق هالمشاعر، حاول تكون أنت جزء منها، لا تخليه يتخلى عنك، لا تخليه يبحث عن هالمشاعر برا. أنا خارج البيت، خارج البيت سواء بنت ولا ولد، اخترق مشاعره. ما هو بانك الان تحتال عليه، لا، الحب ما فيه احتيال. هي بزاينه ما ادري ايش، تدخل في شعور يأس، لين دخلت في شعور يأس تدخل في كتمه نفسيه تكاك، تبي تهرب من هالشعور، اقرب معصيه. لا لا عشان وشو؟ تكون خلاص ما عاد في مهرب. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنت تبي تروح مع الشيطان يعدك بالفقر، ولا تبي تروح مع الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ يا أخي عيش شعور الطفل، ليه ما ترجع طفل؟ الله، ارجع بزر يا أخي، ارجع طفل، هو الصادق، انكسر كأنك طفل، لا تكابر على الله سبحانه وتعالى. ترى أسوأ شيء إنك تكابر على الله، أسوأ شيء، إن الكبر صفة الله سبحانه وتعالى يكرهها. لا تكابر على الله لا في ذنبك ولا في طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ضيف اليوم مميز، وعشان ما أطيل في التقديم مرحبا يا حسين. الله يطول عمرك. الله أبو علي أبو عبد الله. أبو عبد الله شرفتني. الله يطول عمرك. أنا 8 شهور أدور عليك، جاي من جاب في الجنة، لكن جابك الله سبحانه بالساعة المباركة. الله يطول عمرك. ساعة ربك. إنسان كلامك عسل، جاي من جاب وعلى طول يدخل القلب ويدخل العقل، وأنا سعيد والله العظيم. الله يطول عمرك. أقولها وأنا صادق، وأنا والله أسعد، وأنا أدري إن الله سبحانه وتعالى يعني ما جمعنا لهاللحظة إلا لحكمة هو أعلم بها وأدرى بها، ونسأل الله أنه يوفقنا يا رب. اللهم آمين. إننا نضع رسالة اللهم آمين ثمينة، اللهم آمين، تكون شافعة لنا عند الله سبحانه وتعالى، إنه والموجودين هنا، كل مسلم ومسلمة يا رب بإذن الله. أنا والله حاولت إني يعني دخلت على التيك توك عندك ما شاء الله تبارك الرحمن، ما في موضوع إلا تكلمت فيه، فقفلت المواضيع عليه. لكن يا أخي في جانب أنا يزعلني كثير، خاصة من شبابنا ما يصلون. طبعا البعض ما نبغى نكون نعم، البعض تلقاه مثلا لجى الصلاة راح، لا مثلا كان في استراحة وقامت الصلاة ولجت الناس تصلي صرف عمره وطلع. راقد، اهتمام في الصلاة قليل جدا. إيش ممكن الناس ذولي ممكن قلوبهم ميتة؟ ممكن متى تصحى هالقلوب؟ وكيف تصحى؟ والله شوف، هذا يعني وانت تتكلم انا متاكد اني انا دخلني شعور الحزن، وان اللي بيشوفنا الان بيدخل شعور الحزن من الناس اللي تصلي. انا دائما اقعد مع ناس زي كذا ويضيق صدري، يعني تلمح مره مرتين. الصلاه يا اخوان اذا صلحت صلح سائر العمل، اذا فسدت فسد سائر العمل. اول ما تسال عنه يوم القيامه الصلاه، اول ما تسال عنه يوم القيامه الصلاه. ما في صلاتك زينه، يعني انت تنصدم في ناس تصوم رمضان وهي ما تصلي، تصوم رمضان. شوف انا دائما اتفكر فيهم يا اخي، اقول في نفسي يعني باي ذنب الله سبحانه وتعالى حرمهم الصلاه؟ ترى اكبر عقوبه لتارك الصلاه انه ترك الصلاه. اترك عقوبه الاخره والحساب عند الله. اكبر عقوبه له في الدنيا والاخره ان الله صرفه عن الصلاه. نسأل الله العظيم إنه ما يصرفنا. ترى أنا دائما إذا تأخرت بصلاة ولا شيء، فجأة الصلاة اللي بعدها شفت ما فيني فزة ما فيني شوق، يضيق صدري، أقول يا ربي لا تحرمني إياها بسبب ذنب أنا ارتكبته. قد يحرم الإنسان أحيانا الطاعات بسبب ذنوب هو استسهلها، تكون كبائر، تكون أيا كانت. العلم الآن موجود في كل محل، تقدر تعرف علومك الشرعية واللي يترتب عليه في حياتك. لكن هذول أنا أتوقع والله العالم انهم سووا شيء اغضب الله عليهم. لا اله الا الله. سووا حاجه اغضب الله عليهم، اغضبت الله عليهم، فبالتالي حرموا الصلاه. هو مسكين ترى يحسب انه تارك الصلاه من نفسه. هو لما يجي في ذهنه يقول انا قادر اصلي، بس انه ما فيه خلاص، يعني يراود له في نفسه ان مستوى الذكاء عنده صار اعلى وارقى من انه يركع ويسجد.
معقولة؟ اي نعم، ليش اركع واسجد؟ لا حياتي مليانة نعم، وللأسف ترى بعضهم تزيد النعم في حياته، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. اختبار. استدراج، ما هو باختبار. استدراج. اللي يترك الصلاة وتزيد النعم في حياته، هذا الله قاعد يستدرجه لمصير الله السلام. حتى إذا أخذهم خلاص أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ما فيه. أنت تعلمت ودرست، الحجة أنت قمت على نفسك. فتركك للصلاة هذا عقوبة لك من الله سبحانه وتعالى. إن الله يا أخي شلون الله يذن، تلقى شايب الساعة 4 الدنيا ظلام، سواء صيف ولا شتاء، بعكاسته يمشي ياخذ مشواره، البيت قريب المسجد، ياخذ ربع ساعة ويمشي. صحيح. ما رد شيء عن الصلاة. ليه؟ لأن الموضوع هنا والمحرك ما هي عضلاتك ولا قوتك ولا نشاطك ولا ذكائك، قلبك، مستوى تعلقك بالله. دائما نقول من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله عجل الله بلقاءه. في ناس من زود محبتها لله سواء أموات أو أحياء يتمنون القيامة تقوم عشان يدخلوا الجنة وينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويتشرفون بالجزاء العظيم اللي الله وعدهم به. في ناس ودها تموت وتروح الجنة، ما هو ودها تموت كره للحياة، لا، ودها تموت تروح الجنة من قوة محبتها لله. ولأن على طاعة. أقول لأن على طاعة يعني. لأن على طاعة، لأن على طهارة في قلبه، ما هو طهارة جسد ولا قوة عضلات ولا كثرة مال، ولا ما له دخل دي كلها. قلبك الله ينظر إلى قلبك. تصوم الله ينظر إلى قلبك، تزكي الله ينظر إلى قلبك، تتصدق الله ينظر إلى قلبك، تدعو الله ينظر إلى قلبك، تسجد تركع حتى وانت تعصي الله ينظر إلى قلبك. ليش الله حرمهم؟ لأن يعني ربما بعضهم نافق، الله يدري. الله أصلا يعني بسألك سؤال، هل لله فائدة في طاعتنا ولا في عصياننا؟ ما له فائدة. الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، لا تنقص ولا تزيد. عصيت ولا ما عصيت، في النهاية الفائدة لك أنت. هذا في موضوع الصلاة. فأنا نصيحتي لهم نصيحة، حاول تبحث أو تترك الذنب، حاول تبحث عن السبب. وش السبب اللي خلى الله يصد قلبك عن الصلاة؟ في ذنب وذنب عظيم، لا إله إلا الله، هو استسهل به، هو اللي أغوى عن الصلاة. نعم، ذنب عظيم خلى الله يكرهه. ولا ترى المسجد مليان ناس عاصية، لا تقول لي إلا من رحم الله، مليان ناس عاصية، ناس أخطت. تخاف الله. نعم، بس إنها ما تترك الصلاة. ما تترك الصلاة. ليش تتفاوت منازل أهل الجنة؟ الله باستطاعته يخلي جنة ونار بس، خلاص. جنة حساب واحد، نار حساب واحد، صح؟ لكن النار يتفاوت العذاب فيه، والجنة تتفاوت المنازل فيها. ليه؟ يعني في واحد يطيح ويقوم، واحد يحاول إنه ما يطيح، واحد يعصي، واحد، فهمت؟ فتحاسب بحسناتك وتحاسب بسيئاتك. لكن تترك الصلاة هذا كفر صريح، كفر صريح. أنت قاعد تعيش معنا بين مسلمين، لكن أنت ما أنت بمسلم، كافر. ما يصلى عليك ولا تدفن مع المسلمين. إيش الحل معه؟ الحل إني أنصحهم نصيحة بس، أبغاهم يتخيلون السيناريو هذا في يوم كأنه يوم عيد. تعرف صبح العيد لما نقوم كاشخين ولابسين ونبتسم في وجه بعض، في يوم تهنئة اللي الله يبشرنا فيه بدخولنا للجنة. تخيل لحظة فراقك في هذاك اليوم عن أهلك وأحبتك، أنت تسحب إلى طريق وهم يقادون بكل فخر وعزة إلى الجنة. تخيل هذاك اليوم قاعد تفترق عنه، تروح تعذب مع أقوام من سنين وعنا نقرأ عنه بالقرآن، وعاشوا إلى أبد الآبدين، عاشوا إلى أبد الآبدين في الجنة والنعيم، وتسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نوح وعلى يونس وعلى اللي آمنوا بني إسرائيل وأخفائهم، خلاص كل شيء قدامك. هل هذا يعني معلش وش اللي يستاهل في الدنيا أنا أضحي بآخرتي عشان؟ ولا شيء. العذاب والابتلاءات، ابتلي الأنبياء وهم أشرف الأمم. الأموال تركوها اللي قبلنا وجاتنا تزحف إلى عند رجولنا، الله يعزك. الصحة تخونك في يوم من الأيام. صحيح.
القوة تخونك في يوم من الأيام. حتى الأولاد اللي يعزوا بقلبك ما راح ينفعونك بمثقال ذرة إلا الشيء اللي الله كتب لك فيهم يوم. وش اللي يستاهل أضحي بالصلة اللي بيني وبين الله؟ يعني 5 معجزات تحصل لك يوميا بين كل أذان وإقامة استجابة الدعاء. في كل وقت صلاة، هذا وقت الله خصصه لك عشان تيجي تتواصل معي. تعال علم الله وش فيك، علم الله وش مضايقك، علم الله وش تتمنى. ولله المثل الأعلى. طفلك يجي عندك بابا أبغى سيارة، بابا أبغى كذا، بابا، ولله المثل الأعلى. روح قل لله ربي أبغى كذا، ربي حط لي كذا، ربي أنا ترى عصيت الذنب هذا وكذا وكذا، ربي اغفر لي. مع العلم ان الله يفرح بالتائب. ابن آدم لو تخطي في حقه مكشر وجهك حتى لو سامحك، الله يفرح وانت تخطي في حقه سبحانه وتعالى. لا تضحي بالصلاة. والله العظيم إنه يوم حق، والله إنه يوم صحيح. هذا اليوم اللي أنت ما أنت مؤمن به أو فقدت بصيرتك فيه، يعني في حلقة وصل بينك وبين الصلاة. هذه حلقة الوصل فقدت بسبب شيء أو خطأ أنت ارتكبته أو ما زلت ترتكبه. خلاص أطفئ النور اللي في قلبك. وأنا متأكد ترى أنهم ما هم قاعدين يعيشون حياة سوية. طيب إيش الحل؟ يعني إذا أنا وأنت والثاني والثالث نشوف الناس هذه اللي ما تصلي ويجلسون معنا ويأكلون معنا، احنا نشوفها نعرف انه ما يصلي، في تصرف معين ممكن نتصرف معهم. والله شوف اللي عليك انك تكلمه بمحبة، ما فاد تلمح له بمحبة، ما فاد تصلي قدامه، ما فاد امرك الله. الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الايمان ما هو بين يد البشر. تدرس من أول ابتدائي لين تخلص الدكتوراه في الدين، إذا الله صارف قلبك من أول ابتدائي إلى وقت الدكتوراه عن الدين ما راح تستفيد من شيء. العلم هذا كله على جنب. تلقى واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقرأ الفاتحة مرتين في الصلاة، ما يحفظ إلا الفاتحة، مع ذلك له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ما يعلمها إلا الله. واحد ودك تحط تحته طشت من العلم اللي ينذر منه عشان ما يسرف، ما يروح العلم هذا سدى، مع ذلك ما يستفيد من العلم ولا يستفيد منه. فالموضوع موضوع حلقة وصل بينك وبين الله، لا تفقدها، حاول انها ما تنطفئ. طالما الحديث عن الصلاة والصلاة يعني في ناس كثير يعني طالما أن حديثنا هنا في ناس كثيرة يعني بعيدة عن الله، وفي بعض الناس قريبين عند الله ويصلون يحافظون على صلاتهم، لكن تجي تقول متى قريت القرآن؟ يقول لك يوم الجمعة. الثاني تسأله متى قريت القرآن؟ قال والله العام في رمضان. طيب ختمت القرآن؟ لا والله ما قريت بدايته ما مداني. ففي ناس مقصرة في نفسها في قراءة القرآن برغم انه الان حتى بجوالك في قرآن. صح. ايش نصيحتنا لهم؟ والله شوف للاسف هي قبل تكون نصيحة، احنا عندنا ثقافة ممكن انها صارت يعني في مكانتها اعلى من علومنا الشرعية في القرآن، ثقافة علاقتنا مع القرآن. للاسف ان في الوقت هذا صارت ثقافة علاقتنا مع القرآن ثقافة علاجية، بس بحيث ان القرآن الواحد وقت الحاجة لجأ للقرآن وفتح له كم صفحة في نعم لين الله سبحانه وتعالى انجاه صك القرآن وحطه. شوف يعني اعظم معجزة الله انزلها على وجه الارض هذا القرآن، وما زال باقي من 1447 سنة الى يومك هذا. ثقافة واعجاز وشفاء ورزق. شوف كنز عظيم. انت دائما في علاقتك مع الله في قرآن في غيره حاول تسعى وتسأل الله سبحانه وتعالى انه ينيلك التوفيق فيها. فهمت؟ اذا ما وفق الانسان في قراءته للقرآن او في عبادته لله سبحانه وتعالى ما راح يقدر يفتحه، حتى لو افتحه راح يفتحه بس قراءة لغوية كذا بدون تدبر بدون خشوع. فانت دائما اذا بغيت الله سبحانه وتعالى يوفقك لقيام ليل، يوفقك لقراءة قرآن، يوفقك لصدقة، لازم تسأل الله سبحانه وتعالى قبلها انه يا رب
يا رب أنا أبغى أقرأ القرآن، يا رب وفقني، يا رب أنا أبغى أقوم الليل، يا رب وفق. خلاص الله سبحانه وتعالى يعطيك الصلاحية، خلاص فتحت لك صلاحية. يلا امسك القرآن، تقرأ القرآن ويوفقك الله بخشوع. يا أخي من قوة صدمة الشعور أقسم بالله يا مرة تعمقت، كنت في حزن شديد، ظلم يعني أعظم مراحل الظلم اللي مرت عليه. كنت بتعمق في القرآن تعمق لدرجة إني وصلت لشعور من الصدمة كذا لحظة في ثواني أن القرآن هذا ما أنزل إلا علي أنا. لا إله إلا الله. من قوة إني حسيت إنه يكلمني شخصيا، عارف حياتي، عارف أنا وش أبغى وعارف وش ما أبغى وعارف كيف يواسيني. يا أخي يكفيك، بس يكفيك فخر إنك قاعد تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. أنت لما يكون ولله المثل الأعلى شخص غالي وعزيز عليك يرسل لك رسالة، كل فترة تجي تدخل الخاص تعود تقرأ رسالة رغم إنك قريتها، وكل مرة ترجع تبتسم نفس الابتسام عشان عزيز وغالي، عشان عزيز وغالي عليك. طيب هذا كلام، هذا كلام العزيز نفسه سبحانه وتعالى، هذا كلام العظيم نفسه سبحانه، مو بس مجرد كلام. أنت قاعد تقرأ سبحان الله، تفتح بوابات يعني زمنية بينك وبين أقوام لهم آلاف السنين أنت ما تدري. قوم عاد، قوم ثمود، قوم أقوام عظيم. أنت قاعد تسافر تشوف إيش صار عندهم، إيش ما صار، كيف أنجى الله أنبيائهم، كيف الله سبحانه وتعالى قاعد ينقل رسالته من هذاك الوقت بين هذيك الأمم اللي وصلت عندك. لأن رسالة الأنبياء واحدة ترى، لا إله إلا الله. كل الأنبياء بعثوا للا إله إلا الله. فأنت قاعد تشوف كيف الدين هذا وصل لك، قاعد تشوف كيف الأنبياء حاربوا، قاعد تشوف مقياس الشر في الأرض ومقياس الخير. قاعد تزيد نورك لبني آدم نور، للمؤمن نور. سبحان الله، كل ما زاد هذا النور زادت الطاقة الإيجابية، زادت قوته، زاد تعلقه بالله، زاد توفيقه. شوف أنت الحين على مدار يومك شغلت رحت السيارة، خاص أمامك عدة خيارات مجهولة في علم الغيب إلى الآن ما اطلعت عليها. إذا أنت موفق وإنسان نورك زايد في علاقتك مع الله وفي تعلقك بالقرآن، خياراتك للأفضل تزيد. فهمت؟ يعني نسبة خياراتك إنك تميل للأفضل هذه تزيد ترتفع. إني بروح بيجيني مديري يبتسم في وجهي، إيش تبغى؟ بروح بيوفقني الله في حاجة أنا كنت أتمناها. ألو السلام عليكم، معك البنك معاملتك زانت مثلا. ألو السلام عليكم، أمورك طيبة كذا كذا، خلاص الآن تنزل لك مكافأتك مثلا على سبيل المثال. تجيك أمور تسر خاطرك على مدى يومك، لكن بشرط إنك ما تكون تعلقت بالقرآن عشان هالأشياء، ما قرأت القرآن وتعمقت فيه عشان هالأشياء. الأشياء هذه تركها، هذه يدبرها الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك جاي، الرزق، الحياة، الموت، الولادة، كل هذه في علم الغيب الله اللي قاسمها. سعيت ولا ما سعيت يعني الله سبحانه وتعالى في النهاية اللي يملك قرارها يعني. وخل علاقتك مع القرآن علاقة حب، لأن القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحديث يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، صح؟ يجي دورك القرآن، يجي دورك بين الخلق يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. غير هذا يعني شوف، أنا دائما أقول إن إحنا في الدنيا مثل العميان، شفت الأعمى، حتى لو إنك تشوف أنت أعمى في خيارات علم الغيب. في علم الغيب شيء يدار حتى الأنبياء والملائكة ما يطلعون عليه، فلذلك أنت أعمى ما تدري إيش بيصير، إيش بيصير، إيش بيزيد، إيش بينقص، صح ولا لا؟ سبحان الله، الله يقودك في ذا الحياة من تولد لين ترحل منه. الله اللي قاعد يقودك يمين، إن رحت يمين الله اللي يدبر لك يمين، رحت يسار الله اللي يدبر لك يسار. فأنت أعمى، نورك ومستوى الأمان في طريقك في هذه الحياة وأنت أعمى، سبحان الله يزيد في قوة علاقتك مع الله وفي قوة استمدادك القوة من القرآن. يعني تخيل في عالم مليء بشرور ما يعلم بها الله، مليء بشيطان مترصد بك 24 ساعة على 24 ساعة، عينه مفتوحة عليك. وين تروح، وين تجي، وش تاكل، من تهب، من يكرهك، حتى من قوة إنه مركز عليك
ياخذ بعض المعلومات من قرينك. لا إله. هو القرين مشتركين عليك، القرين يعرف نقاط قوتك ويعرف نقاط ضعفك. تبت هو يعرف كيف يحط لك الفخ، لا. يعرف ايش الشيء اللي بيلين قضايبك، خليك تخضع وتطيح ثاني، ويجهز لك، ها، ويقدم لك، يقدم لك على طبق من ذهب. تعال ترجع تخطي ثاني. لكن علاقتك مع القرآن، الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من هم الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ أولهم الشياطين. صحيح. الشياطين ما يؤمنون بالآخرة، ولذلك كفر من يوم الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة تسجد لآدم، خلاص أعلن حربه لله سبحانه وتعالى. بعض السحرة شوف لهم مقاطع يتكلمون، سحرة تائبين، يقول إن بعضهم تخيل يرسل خادم السحر إلى فلان من الناس، جاء واحد والله سوى عمل سحر وراح يبي سحر، راح خادم السحر الموكل بالسحر هذا بينفذ مهمته، يقول أجيه أسمع صوته بس ما أشوفه. متخيل؟ الشيطان هذا بقوته اللي الله أعطاه إياه، يقول أجيه أسمع صوته، يرجع يرسل منه اللي يقوى منه المارد، نفس الشيء، يجيه يسمعوا صوته بس ما يشوفونه. ليه؟ لأن الله جعل بينهم وبين حجاب ومستور، يعني كأن الله سبحانه وتعالى فصل بين هالعالمين ببعد زمني، يسمعه بس ما يقدر يخترق عالمه. لا إله إلا الله. ما يقدر يخترق عالم. هذا على مستوى الشياطين. مستوى السحرة، تخيل مستوى الأمراض يعني عقلك يا ابن آدم مادي، الله سبحانه وتعالى جبل هذا العقل على المادة، بحيث فيه مادة يؤمن، ما فيه مادة ما يؤمن. أنت لو تجي الواحد ما له دخل في الإسلام ولا علاقة في الإسلام، تقول له هل تصدق أن الاستغفار يشفي بني آدم من الأمراض العضوية والنفسية؟ يقول لك لا. ليه؟ لأن العلم ما أثبت ذلك. لكن أنا في دين الإسلام أقول لك نعم أثبت ذلك، أثبته الله سبحانه وتعالى، ما هو بالعلم. تخيل إذا على مستوى بس الاستغفار والذكر أنت تستغفر، تستهل الاستغفار بنية إيش؟ بنية أن الله يشفيك. الله يشفيك. تقرأ القرآن بنية أن الله يشفيك ويعطيك ويزيدك ويعطيك الحماية الكافية على النعم اللي الله أعطاك إياها. تتصدق برضو على نية الشفاء. تصدق كل أعمالك لازم تعرف كيف تستهلها مع الله. ترى فيه ناس سبحان الله وهبها ذكاء التعامل معه، بحيث يعرف كيف يخلي الله يرحمه، يعرف كيف ينكسر بين يدي الله. كيف يتعامل مع الله؟ شوف التعامل مع الله أول حاجة لازم تعرف ليش الله خلقك في الحياة. لازم تعرف الصورة من البداية، ليش الله خلقني بهذا. نعم الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدون. صح، مسلم. هذه القاعدة الجوهرية. الله بغنى عن عبادتي قبل وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ليش خلقك؟ الله مو بحاجة إنه يخلقك، خلقك لأنه يحبك. تخيل هالخالق العظيم اللي يدير هالمجرات اللي 1% بس منها أعجز أهل الأرض، ناسا تقعد بملايين السنين وهي تخترع وكيف عشان بس تخترق الغلاف الجوي يطلون ويرجعون. يقول لك واثبتنا وناظرنا والمجرات موجودة في القرآن، كلها موجودة في القرآن. هالقوة العظيمة كلها الخالق اللي قاعد يديرها خلقك لأنه يحبك وحطك في ابتلاء في هذه الحياة وقال لك يلا هذا وسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة، إذا الآية صح ها. فسبحان الله يعني خلقك لأنه يحبك وجعل لك هذا النعيم العظيم، وقال لك على قدر ما تصبر وتكافح على قدر ما تكون منزلتك في هذه الدنيا. طيب أنت خلقت ودخلت الجنة، هل هذا بيزيد في ملك الله شيء؟ لا. بينقص من ملك الله شيء؟ لا. فأنت تتعامل مع الله بناء على أن الله يحبك. الله يحبني سبحانه وتعالى،
إذا الله أعظم وأجل من أنه يكسر خاطري. وأنا عاصي، نعم وأنا عاصي. الله أعظم وأجل من أنه يردني. الله أكرم من أنه يرد من وقف عند بابه يسأله رضوان. الله الكريم سبحانه وتعالى. فلان من الناس كريم، الله أكرم الأكرمين. أبو عبد الله، البعض يقول يا أخي أنا أستغفر الله ما يستجيبني، أكرر الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله باستمرار، اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخره، إلى آخره من الأدعية. يا أخي أنا الله ما يستجيب لي، أنا مهموم حزين مديون. كثير نسمع بعض المشاهير ويا كثر الناس اللي لهم مقاطع يحثونك على بعض الأدعية، وأن الدعاء ذا أنا قريته وقلته باستمرار والله فرج همي ورزقني، والثاني يقول. فكثرة أصلا المقاطع اللي توحي على، يعني توحي أن فيه استجابة، يعني استجابة الدعاء بعد هالأدعية يستجيب. يعني الواحد يقول يلا أنا بأجرب، يجرب الله ما يستجيب له. فهل هي مثلا الله سبحانه وتعالى من الضروري أن يستجيب لك في أثناء الدعاء، أو أن في مشكلة أنت عندك في أثناء الدعاء أنت أصلا يعني يا أنه مثلا عدم انتظام في الصلاة، يا أنه مثلا يعني قلبك ما هو لين مع الله سبحانه وتعالى؟ إيش يعني إيش نقول للناس اللي يعني يتجرأ ويسخط على الله أنه ما استجاب دعاء؟ إيه صح. البعض ترى في ناس يعني صادق. البعض سبحان الله يخرج يطلع برا دائرة الأدب مع الله سبحانه. نعم. شوف ترى مهما كان أنت في نعمة أو في ابتلاء، انتبه ثم انتبه إنك تطلع برا دائرة الأدب مع الله. لا تتجرأ على الله سبحانه وتعالى، لا تتجرأ على الله، تسخط على الله ليه؟ من أنت؟ الله وش يبغى بك أصلا؟ الله وش يبغى؟ يعني أنت متوقع إنك قاعد تمن على الله بطاعتك؟ صليت يا أخي أنا أصلي وأصوم وأزكي وأروح وأجي وأتمر ولا استجاب لي الله، وفلان من الناس فيه ما فيه ويختل النار ولا يصلي، ومع ذلك الله معطيه فاتح له. للأسف إنك جعلت مقياس العلاقة بينك وبين الله إنك تقارن نفسك بناس سيئة والدنيا. الله. ترى عيب، صحيح. عيب إنك تجعل مقياس علاقتك مع الله والدنيا. هذا وجه. ثاني شيء اللي يقول لك أنا أستغفر وأدعي واستجيب، لا هو تلقاه فترة معينة ترى. لا أو تلقاه حتى قاعد يقول كلام ببغائي كذا حافظه، بس في داخله ما يدري. في داخله ما يدري إن الله لا ينظر إلى صوركم فيما معنى الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلب قبل العمل. صادق أنت الحين قدامي يا أبو محمد، أنا أشوف ما شاء الله رجل هادئ وأشوف رجل رزين، بس أنا ما أدري داخلك وش، ما أدري الحروب اللي قاعد تخاض داخل. هل أقدر أطلع على ما في داخل قلبك؟ أكيد لا. أكيد لا. لكن من برا أنا خلاص اللي أشوفه أنا أصدقه قدام الناس هذا، لكن في داخلك الله ينظر إلى داخلك قبل برا. صحيح. لأن المقياس الحقيقي هو الداخل. دائما الصدق من جاه مع الله سبحانه وتعالى. حتى في التوبة الصدق من جاه مع الله سبحانه، في الدعاء الصدق من جاه مع الله سبحانه. بعضهم يذكر الاستغفار والتسبيح هذا، يجرب الله، يلا خلينا نجرب. وللأسف تلقى أغلب هذولي هو من ينسج خريطة حياته على مبدأ أن القدر موكل بالمنطق. تلقى هو اللي كل شوي يحفر لنفسه فخ، ما راح تزين مهما سويت، بلقى كذا، بصير كذا، بفعل كذا، عيالي، زوجتي، فلانة وسبحان الله يقع نفس السيناريو اللي قاعد ينسجه هو لنفسه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. سيناريوك هذا اللي قاعد تنسجه ترى يدخل في ضمن نطاق ظنك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحياة هذه ملك لله. كم مرة نقول أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحياة هذه طريقة هو أعلم بها أنها تتجاوب مع أفكارك هذه، حتى وفي داخل قلبك تتجاوب معها. مجرد ما تنوي خلاص الحياة تنطلق، المقادير والأمور والأسباب كلها تنطلق. فذلك خل ظنك، فما ظنكم بالله، أو فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى. إيش ظننا بالله؟ خل ظنك بالله عظيم وأنت تستغفر. ارفع ظنك بالله، أنت تدعو الخالق، أنت تدعو العظيم سبحانه وتعالى، تدعو من له القوة والجبروت، تدعو القاهر سبحانه،
تدعو اللي أقرب لك من حبل الوريد، والله لا أمك ولا أبوك ولا حتى عيالك صح. ولا سكرتيرك ولا فلان من الناس، الله سبحانه وتعالى اللي أقرب لك من حبل الوريد. الله اللي وهبك هالروح وهالقوة وهالجسد وهالكيان كله اللي أنت تجسدت به، هو من يملك رزقك وخيرك ويبعد عنك الشر. فذلك لما تستغفر الله لا تجربه، استغفر الله. شوف، خلي المحرك لك مثلا في الاستغفار. يا أخي عيش شعور الطفل، ليه ما ترجع طفل؟ الله، ارجع بزر يا أخي، ارجع طفل، هو الصادق. انكسر كأنك طفل. لا تكابر على الله سبحانه وتعالى. ترى أسوأ شيء إنك تكابر على الله، أسوأ شيء. إن الكبر صفة الله سبحانه وتعالى يكرهها. لا تكابر على الله لا في ذنبك ولا في طاعتك. انكسر بين يدي الله كأنك طفل، استغفر الله كأنك يا رب يا رب يا حبيبي، من لغيرك يا أنا، من للعاصي إلا أنت، من للطائع إلا أنت. فنقول أبو محمد إنه عرف كيف تنطرح بين يدي الله. لا تخلي الاستغفار والتسبيح هذا يروح هباء منثور. إذا الله سبحانه وتعالى قاعدين نقول قبل شوي الناس تقعد ملايين السنين عشان تطلع تخترق الغلاف الجوي، دعوتك في ثانية تصل إلى الله سبحانه وتعالى، السماء السابعة في ثانيتها. فأنت لازم تكون محركها بشعور، مو محركها بكلام. الكلام كله يقدر يتكلم، حتى إبليس يقدر يتكلم، لكن لما تحركها بشعور يا رب يا رب. طيب الله سبحانه وتعالى يوم غير القبلة لمحمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، هل الرسول تكلم؟ ما تكلم، بس كان في خاطرة. كان في خاطرة. وقد نرى تقلب وجهك في السماء، أو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، والله لا يوليك الله قبلة ترضاها، أنت وهو وأنا وكل الناس. الرسول ما تكلم، مع ذلك الله عرف وش اللي في خاطر. الله عارف وش اللي في خاطرك، بس الله يبيك صادق، وانت تعرف اذا انت صادق ولا مش صادق. الصادق منغمس في لذة ضوضاء الحياة هذه منطفية ما يسمعها، حتى إذا انتهى وفرغ من عبادته يرجع وأذرض الأحداث كلها قاعدة تدور حولي وأنا ما أدري عنها. في واحد من الصحابة والله أني نسيت اسمه اللي قرر أنها تبتر ساقه، قال ابتروها وأنا ساجد. شوف وين منغمس، لأنه ما راح يحس فيها. وين شوف قوة الخشوع. شوف هذا شيء والله العظيم لو تجيبها الآن تشرح عند علماء وأطباء يقول لك يا شيخ رح ما صحيح، ما صحيح. العلم يقول لك عكس كذا، يفقد وعيك. لا هناك علاقة خفية تحاول تفهمها، ما تحاول ما راح تفهمها. اللي عليك انك تؤمن بها، بس اللي عليك انك تؤمن بها. هناك قوة عظيمة قادرة على كل شيء. لا إله إلا الله. على طاري ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش قصة من قصص الرسول ما تنساها لا زالت عالقة في ذهنك؟ والله شوف يعني قصص الرسول عليه الصلاة والسلام كلها يعني ما تنسى، من تقرأ سيرته. صحيح. وانت سبحان الله تهل عبرتك تبكي. بس أحيانا في شيء يكون اللي دائما تلامس خاطري قصته مع أهل الطائف. هذه دائما تلامس خاطري. يوم انه طرد طلع من عندهم يبكي، رجليه تدمي عليه الصلاة والسلام. كان ضايق صدره، مو بلأنه طردوه أو لأنه ممكن يقتل، أو ضايق صدره يقول عسى ما ربي ضايق علي. فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام بدر في ذهنه حاجة إنه عسى ما هو بالله غضبان عليه. وتجينا كلنا ليش؟ هذه ردة فعل أولية منك كإنسان، الله خلقك على هالهيئة. إن ترى في ردة فعل أولية بعيد عن الدين وبعيد عن علاقتك بالله، تروح بك شوي بعدين يرجعك عاد، يا يرجعك إيمانك يا يرجعك سخطك يا يرجعك اللي هو. والغالب والأفضل اللي دائما نحث عليه إنك تحرص إنه دائما يرجعك رقيبك الدين. صحيح. مجنون انت يا زينها هو تهلا. فاق صدر الرسول ودعا دعاء المعذور يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وربي الى من تكلني، الى عدو يتجهمني، الى عدو وليته امري ام الى قريب يتجهمني، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. الله. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هذا اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستجابة الفورية وشو؟
نازل جبريل عليه السلام لا إله إلا أمين الوحي أعظم الملائكة وأقواها، الله. لا إله. اللي الله سبحانه وتعالى يستأمن على الوحي مع كل الرسل عليه السلام. نزل معه ملك الجبال، يا محمد إن الله يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال معي يقرئك السلام، ويقول لو شئت لأطبقنا عليهم الأخشبين. أخشبين جبلين كبيرة في مكة. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا مثال عظيم أن العفو عند المقدرة، هذا شيء لا يمكن يتحلى به إلا من وفق له. قال لا، هذا تفكير للمدى البعيد. وقال إيه أنا رسول قاعد أنقل رسالة خالق عظيم، ما يجوني ناس يستهزئون بي ولا من أنت عشان تستهتر بي ولا تطردني ولا تخلي غلمان القرية يلاحقوني ويرمون علي الزبائن وذي الله يكرمكم. الله. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم ما يذكرون الله. لا إله. هذه من القصص العظيمة يعني اللي دائما تجي وتلامس فعلا خاطرك. الله زعلان عليك، إن شاء الله أن الله مو بزعلان عليك. الله يزعل الإنسان. نعم الله يغضب ويسخط حتى لو مصلي ويعجب. حتى لو مصلي وتحافظ على صلاته. نعم 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 نعم، إنك وارد، أنت بشر، أنت بشر، ما أنت يعني ملك. كيف أعرف أن الله زعلان عليه وساخط عليه؟ فعلك يعني. سؤالك هذا جدا عظيم، وأتمنى من الكل يركز على إجابته. تعرف أن الله غضبان عليك أو يحبك مدى يعني تحت خيارات الطاعة على مدى يومك. إيش سويت خلال يومك من الطاعات؟ يا سلام. إيش الله وفقك؟ يا سلام. من غير صلواتك الفروض، هذا مقياس تقول الحمد لله الله راضي عني، لأنك ما تصدقت بقوتك ولا بفلوسك اللي في جيبك اللي هي أصلا فلوس الله سبحانه وتعالى. أنت صدقت وسويت وفعلت حتى ابتسامتك، حتى كلمتك الطيبة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا المقياس اللي لازم تعرف إنه عسى ما الله غضبان. فهذه برضو رسالة لتاركين الصلاة، هذا مقياس عظيم من الله. يعني الله كاره طاعتك من الآخر. الإنسان اللي يكره الصلاة هذا ولا يبيها، ترى الله اللي كاره طاعتك، ما هو بنت اللي كاره طاعة الله، ولا أنت ولا غيرك ولا أحد يمشي على وجه الأرض هذه من إنس وجن وأي مخلوق يستطيع أن يتجرأ على الله. لذلك الله اللي حطك خارج دائرة الناس اللي الله راضي عنهم ومعطيهم ومنعم عليهم. فهمت؟ وأحيانا برضو هذه نفس الشيء، مقياس أن الله غضبان عليك أحيانا على مدى تجرؤك للمعاصي على مدى اليوم. إيش الخيارات اللي أتيحت لك من المعاصي على مدى اليوم وسويتها، برضو هذا تقدر تخليه في نهاية اليوم مقياس. تعرف تقول يا الله استسهلت المعصية دي، عسى مو والله غاضب علي وكتبت علي ذنب بسبب ان الله غضب علي. فانت دائما لازم تسعى بناء على هالمقياس ان الله يكون راضي عنك، يوفقك حتى يرضى عنك. الله يسلمك. باخذك جهة ثانية. مرة تحلمت انت حلم ان ابوك يذبح ذبيحة وانها صدق عن والدته. اي اذكر لي الحلم كان جميل صراحة، يعني حتى احداثه كانت جميلة صراحة. انا استمتعت وانا الله يرحمه ويرحم جميع الله يغفر له. الله يغفر له. امين امين. الله يغفر له. امين. هذا مرة انا كنت نايم عند الوالدة سبحان الله، طبعا ام ابوي انا ما لحقت عليها الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين. حلمت ان ابوي جاي داخل معه لحم حطه قدام امه، ذبيحة هي قاعدة كذا وساكتة قريناتها، عطاها اللحم. شوي في نص الحلم في صوت قاعد يسحبني برا يطلعني. لو فتحت يعني اللي ابوي يزاعق عند الباب. جايبنا الذبيحة. إيه طبعا ابوي والشيبان كذا لين جاء عند الباب فاتح الصندوق ويزاعق. اقرب واحد يجي من عياله يساعده ويشيل. سام تعال شيل وشيل. حطيت الكيس في المطبخ، الكيس الاسود هذا الكبير، يوم حطيته كذا طلعت رجل الذبيحة. ذبيحة حلم ما بعد جاء في بالي الحلم، نسيته. مو بنسيت يعني خلاص مشغول مع الوالد، مشغول إيه وناظر قلت ذبيحة يا ولد انا شايف دي جايب الحلم ما تم. قعدنا ناكل تخبر يعني في الجلسة مع الشاي بحينا وكذا، خلاص صار هو ساكت ما عاد احد يتكلم. كلنا ساكتين، لكنك تبحر في بحر هواجيس ما يعلم بها الا الله. صحيح. تاكل الصبح فطور ومروق. شوي قلت ابوي انت ناوي ذا الذبيحه لامك؟
يعني داعي لامه كذا. قال لي ليه؟ قلت الله يا ابوي انك توك مقومني من حلم انك ترمي الكيس عليها. لا اله الا الله. اي والله، وجالس يبكي يصيح على الفطور يشاهق، هو عرفها فهمها، لان هنا قلب المؤمن انت تدعي الله، فالله سبحانه وتعالى فورا ان الله يقبلها. اي فالله فورا يرسل لك الاجابه في نص قلبك. لا اله الا الله. وفعلا فسرت الحلم على المغرب كذا، وقال لي الشيخ سبحان الله انها قبلت. هذا من الامور العظيمه يعني اللي الله سبحانه وتعالى ممكن ينعم بها على عباده. يعني الله ترى يستجيب للانسان على مدار اليوم، يستجيب لك، بس انت خليك موحي، خلي ذهنك صافي، خلي بالك مع الله، انتبه ان الدنيا هذه تحرف مسار ذهنك او ظنونك او عقلك بعيدا عن طريقك مع الله سبحانه وتعالى. على طاري والدك الله يرحمه، يقولون ان بعد وفاة والدك الله يغفر له انك يعني عشت فترة لحالك يعني في حزن وهم. اوه فترة طويلة، بس انها حلوة. ايش الحلو فيها؟ الحلو اني عرفت الله صح. بس ما هو الواحد انه لما يكون في مكان الحالة ويكثر عليها الحزن ويتعبه في قلبه وفي نفسه وفي روحه. احيانا انت محتاج ضربة قوية عشان تصحى. محتاج يعني تكون غافل عن شيء مثلا. نعم، محتاج صفعة تعود توقظك من جديد، تسوي لك إعادة تشغيل حتى تشوف الدنيا على حقيقتها. وفاة الوالد خلتك تشوف جدا الدنيا. يعني الوالد دائما ترى يجي في بالنا واحنا صغار كذا، لا توفى ابوي، يتوفى امي، يتوفى، وهم على قيد الحياه من حبنا لهم. انا ماني بقادر اتقبل الفكره هذه. فتوفى اكيد صدمه، توفى وانا معه. انا كنت برافق معه في المستشفى، حضرت فتره مرضه كلها، معاناته والمه وصراخه احيانا من شده الالم والفترات اللي كنا يعني فترات تفاصيل طويله يمكن هي بعضها يكون 10 دقائق لكنها في وقت شعوره كأنه سنة ما يمر. تنضج خلاص فترات نضج. في الفترة اللي جلستها في البر سبحان الله كانت علاقة حظيرة، خلاص ما عاد ابغى احد، ما ابي احد، اقول خلاص انا معي الله ما ابي احد. وش كنت تسوي؟ كنت اتدبر القرآن ولا اتدبر في السماوات والارض والنمل والحياة، واصلي واقوم الليل واقرا القران واسمع يعني مقاطع جميله. يعني هي فتره مو مني انا يا حسين، الله سبحانه وتعالى اراد اني انعزل هنا حتى يعني يهيئ في قلبي بيئه خصبه للطاعه، تلقي الكلام العظيم، خاص انا ارى الله بصيرتي في هذيك اللحظه. وما كنت يعني كنت اروح واجي وادخل جوا العالم، لكني خلاص ما عاد لي علاقه مع احد الا سلام بس. انكسرت بعد وفاه الوالد؟ اوه جدا، صارت الدنيا عندي على مسار واحد. يعني صار الزين والشين عندي واحد عادي ما عاد تفرق. فالله يرحمه، وانت تقول من شوي الحلم هذا انا جاء في بالي انها سبحان الله يعني من توفيق الله وحبه للوالد ان الكلام هذا والاسترسال هذا كله يعني جاء بعد وفاته. كان النية الأساسية ترى في اني اطلع للناس بالكلام هذا، يعني النية الأساسية ترى وقف له الجميع المسلمين والكل اللي بينه يدخل معي بالنية. قلت عندي منصات اجتماعية عندي ورا ما يعني انصح فيها واقول كلام طيب وانوي لبوج. اي نعم. لكن اغلب نصائحك كانت عند الحيوانات، ما بين غنم، ما بين ضان، ما بين ابل، ما بين يعني هل النصائح ايا كان توصل للناس وين ما كنت؟ وكيف ما كنت؟ مرة معك سندوتش، مرة مدري ايش معك، مرة نادي، مرة عادي. هي يعني لحظة فتح. لحظة فتح وتوفيق. ما يهمه ان تكون يعني هو المهم انك تكون انت مرتاح. المهم انك تكون انت في مكان مرتاح فيه وعارف انك صادق مع الله سبحانه وتعالى. اصلا ساعي لانك تكون صادق. بعض الافكار تجيك في لحظتها ما ودك انها تروح، ما ودك انها تبرد، زي الطبخه تجيك حاره خلاص تقدمها. في بعض الافكار خلاص تجيك وانا اغلب وقتي هناك تجي في هذاك الوقت فاقدمها خلاص.
شد انتباهي أكرمكم الله، وأنت عند حمار تقول له تواسيه على حزنه. تواسيه على حزنه، وتقول الناس ما عاد تبغاك بعد ما فقدت المادة، كنت تدفع عنهم وكنت تدفع أوبر وكنت تغديهم وتعشيهم، خلصت المادة عندك يا حمار خلاص ما عاد لك قيمة. منو الحمار؟ أعزكم الله. الضمير الغائب. هذه رسالة مبطنة طبعا. نعم. كانت الشخص بعينه كنت تشوف أفعاله قدامك؟ لا والله أكيد مجموعة تصرفات ومجموعة أشخاص كثرة موجود في المجتمع. كثيرين ومخفيين ومغيرين أشكالهم وظاهرين بعد ما هم والله ظاهرين، وللأسف تلقاهم بعض الأحيان يتفاخرون بالشيء هذا. يتفاخر كم عنده من صديقه، يتفاخر كم طلع من بنت، يتفاخر كم عصى الله، ويشرح لك الليلة بنيلة كله في غضب الله، وانت تنظر له تقول يا الله مسكين يا أخي، والله إنك مسكين، بس ما تعرف كيف تقولها له. لأنه هو خلاص عايش، تم الشعور أنه هو صح وأنت خطأ. عايش حياتي أن أنا بعيش عمري، وعلى أنه أنا شباب بعيش عمري، لكن هو مسكين يعني. الله يعزك بدون دينه ممكن هو وهذا والحبار الله يعزك واحد بدون دينه بدون صحوته مع الله. ابن آدم خطاؤون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أخطيت يا أخي اسكت، استر على نفسك. دام ان الله استر عليك ليش تروح تفضح نفسك؟ يعني انت قاعد توري الناس انك شفت راني عصيت وما عاقبني الله؟ كانك تقول كذا ترى تضمن عمرك؟ والله ما يضمن عمره حتى هو يصلي ساجد، ما بالك يضمن عمره وهو عاصي. من اللي يضمن؟ من اللي يملك الضمان؟ الانبياء ما ملكوا الضمان. وسليمان عليه السلام توفى وقاعد فوق كرسيه وماسك عصاه. الجن سنين وهي تشتغل، رايحه جايه قدامه ما في حد منهم يجرأ انه يرفع راسه، يسبون على قيد الحياه. راح له قاعد، صوره عظيمه للبشر هذه كلها. ما تضمن متى تروح، متى تجي، متى تغسل، متى تكفن. والله انك مغسل صحيح، مكفن. نعم، مصلى عليك. نعم. لحظه اختبار وامتحان وابتلاء من الله. لكن المقياس هنا مدى غفلتك. مو بغفلتك، ترى بعض الناس يحسب انها اذا عشان يضبط علاقته مع الله لازم يتقشف. لا، هذه من الاشياء اللي الله حلها لك. الله حل لك الاكل والشرب والروحه والطلعه والترفيه، انبسط بحياتك، لكن لا تفقد علاقتك مع الله. صح. لا تخلي الاولويه للحياه قبل الله سبحانه وتعالى، لانك ممكن في اي لحظه تنحرف. انت مثل اللي راكب خيل قاعد يستمتع بالمنظر من فوق، لكنه قاعد يمشي على حافه جبل. الخيل هذه هي نفسك، انت الان مستمتع، في خطر في اي لحظه تترك الخيل ممكن تزلق انت وياه، لان النفس ماشيه، تترك لها اللجام بتمشي وتخاطر وبتجرب وتغامر، لكن ما تدري ممكن ذا الهاويه ما عاد ترجع منها. ناس كثير انتهت حياتهم الله يحسن خاتمتها على شيء ما يرضي الله. ناس كثير. اسأل الله العظيم انه هو الرحيم العظيم انه يرحمنا ويرحمهم. ابو عبد الله، شفت لك مقطع في الصياهد، اظن في الصياهد تصور لك اثنين هم يتحالفون، واحد يقول عليه بالطلاق انا غداك وعشاك عندي، فتقول انت تقريبا اكثر من 100,000 طلاق حصل في الصياهد، اغلب الناس اللي بتروح لبيوت الظاهره حريمهم مطلقات. اي والله لازم فتوى. فايش الحل مع الناس اللي ما يعزم الا بطلاق ولا يتكلم الا بطلاق؟ ما شوف، اول حاجه ما لها دخل في المرجله نهائيا. اللي واثق بمرجلته وواثق من كرمه ما راح يحشر موضوع الطلاق في النص. لا، هي ما لها علاقه بالمرجله، هو صار ثقافه. لا، هي ما لها علاقه بالمرجله، لا علاقه في اني انا احاول اقنعك او احاول اثر عليك. اقنعني يا اخي، لا تخليني اروح بس اطلق. حتى اليمين ما انت بحاجه يمين يا اخي، احيانا تعطي يمين وتفجر بها، ما تبر اليمين هذا. يعني معلش، علاقتك مع الناس لا تدخل الشيء اللي بينك وبين الله فيه. خلاص، عندك شيء قدمه، حطه قدام الامر الواقع. يا اخي عنده ظرف ما قدر يقبل. نعرف ان ندري ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ومكارم الاخلاق طبعا عند العرب معروفه الى يومك هذا الحمد لله. لكن اجبره
على قدر ظرفه. ما قدرت ليش تطلق؟ ليش تطلق؟ طيب اللي مسكينه لاهية في البيت مع العيال مع البزران، هل هي تدري انك قاعد تضحي بعلاقتك معها؟ ما هي بورقة إكة هي بترميها وتاخذ اللعبة، لا، حافظ على ذا الحياة حتى من نفسك. علي بالطلاق علي بالطلاق. ولا وبعضهم يقول لا صار نيتك حلف، لا صار نيتك حلف تقعد تفتل نفسك، لا تطلق وبس. مثل ما قلت لك ما لها علاقة بالمرجلة. بعضهم خذاها ثقافة للأسف تعلمناها من المجالس، خلاص لازم تجبره بالطلاق، تحشره بينك وبين زوجتك، تجيب الرجل تحطه في النص، تقول تراك انت كأنك قلت يا هذا الرجل اللي انا قدمت لك العزيمة، ترى الان انت امر علاقتي مع زوجتي بين يدك. ليش تبلش عمرك تبلش زوجتك؟ صح؟ ما انت في حاجة الطلاق، ما انت في حاجة الطلاق نهائيا. تعزمه ما انت ما هو بقادر يلبي، خلاص وش لا تطلق. على طاري الطلاق، اظن في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت كان في شخص اظن يقول اذا زوجتك تعبانه ولا فيها مشكله ارمها عندها، لا ودها عند بيتها وتقدر تعوض يعني. والله لهالدرجه يعني الاسترخاص في المراه بشكل عام، يعني من بعض الناس اللي شوف في بعض الناس نعم عندهم هالنظره، واسوأ برضه، يعني اسوأ ما تتخيل عن المراه. الرجل هذا اتوقع انه يعاني من مشكله نفسيه، لكنه مغطيها بشكل انسان، مغطيها بعده مصطلحات، مغطيها بكم كلمه حفظها بذا الحياه. يقعد معك تقول انسان مثقف، لكن داخليا تراكمات من العقد النفسيه، تراكمات من المرض، تراكمات من استنقاص الذات واستنقاص الغير. ترى شوف على فكره ما في انسان سوي يستنقص انسان اخر. دائما الانسان اللي مليان من داخل يشوف اغلب الناس مليانه، الين يرى الخطا من الشخص اللي قدامه بعد يقول خذيت منك موقف. لكن الانسان اللي يستنقص نفسه تلقاه يستنقص الجميع. باي حق تقول زوجتك اذا تعبت خذها وارمها عندها، لها انا ماني بمكلف، حتى لو انها مخطئه. بعض الناس حتى يبرر له في التعليقات، وهو يقول هو يتكلم عن فئه من المجتمع. وش باي حق انت تتكلم عن هالفئه؟ من هو اللي اعطاكم الامر انكم تتكلمون عن هالفئه؟ كل انسان مخطئ، اذا هو طلب منك انك تناقشه في مشكلته ناقشه في مشكلته على حده. يعني انا اعرض مشكله واحده صارت بين زوج وزوجته للمجتمع وعمم على المجتمع كله، بالعكس هذا غباء. ما لها دخل في الثقافه ولا لها دخل بالكلام ولا. بنت ناس ابوها استأمنك عليها، جيت في ذاك اليوم مبتسم فرحان ومبسوط وابد ابشر يا عم، وبنتك في الحفظ والصون ويوصيك عليها وانت تقولها بالتم. في النهايه كذا تصرفاتك ولا كذا كلامك، اذا تعبت ولا مرضت ترميها ليه؟ اصلا انت ليش تنتظرها لين تتعب؟ ليه ما تكون انت الضماد لها من جروح الحياه؟ ليه ما تكون انت موجود في نفسها، موجود في داخلها، موجود في عقلها، موجود في كل تفاصيل يومها، حتى ما تتركها لا الهواجيس لا المرض لا التعب. ليه؟ نشوف ناس ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله انه يتمم عليهم صور جميله علاقته مع زوجته، طلعتهم مع بعض، ضحكتهم سوا، روحتهم جيتهم، سبحان الله يبنون، يخرجون لها المجتمع ابناء مليانين من ثقة النفس، مليانين من العطاء، مليانين من بناء هالمجتمع ووحدته وتطوره أكثر. فهذا الإنسان للأسف أنا ما يعني يمكن هو ما زعلني، أنا زعلني إني انصدمت في ناس تأيده. هو ما يتكلم عن الشريفات، هو يتكلم عن أول حاجة ما هو بدري تحكم شريفات ولا مو شريفات، أنت ما تدري. يقول هو يتكلم عن فئة من المجتمع، هو عمم البنات اللي يطلعن وتتقهوى وتاركه بيته، وش دخلك انت؟ حسابها مع الله مو معك انت، هذا اول نقطة. ثاني نقطة، انت ليش تحكم انها فاسدة؟ يعني الله سبحانه وتعالى علمنا عن قصة صارت في بني اسرائيل من زمان. امرأة بغي يعني صراحة وعلنا، الكل يعرف انها بغي، اسقت كلب دخلت الجنة، ما هو بعملها، اسقت كلب بس الله نظر الى صدقه. فعلاقة الإنسان مع ربه ما هو بالناس اللي تحكمها، ما هو بنت اللي تحكم هذا كويس وهذا غلطان، أنت ما تدري
داخل ايش فيه ما تدري، ما تدري الله وش اللي شايفه انت ما شفته. صحيح. صح ولا لا؟ من الجهل انه للاسف ناس زي كذا تيجي وتقعد قدام كاميرات وتتكلم وتثير جدل سيء حتى يفطن بعض العقول المريضه. يجيك زوج للاسف عقله مريض ولا عنده ثقه في نفسه، ممكن يقتنع بكلامه. طيب انت خلت هذا يقتنع بكلامك، صار بينه وبين زوجته مشكله، هدمت اسره. يا سلام، انت اختصرت عمل ابليس. الحين مو بيقول لك ابليس انه عارش على الماء يسوي اجتماع، يلا تعالوا انتم ايش سويتوا؟ هذا يقول والله خليت فلان يترك الصلاه، قال ما سويت شيء بيتوب. والله خليت فلان يزني، ما سويت شيء بيتوب. قال والله خليت فلان يطلق فلانه، قال تعال جنبي. ليه؟ لان الشيطان يعرف ان نجاح المجتمع يجي بقوه تكاتفه وتماسكه. فاذا فككت المجتمع هذا هدمته. اللي مثل هذا يسأل تفكيك المجتمع، ما يسأل لصلاحه. لاني انا لما ارى خطأ على واحد من الناس اجيه بيني وبينه انصح، مو بكل شيء يعني يخطر في ذهني ولا في بالي اطلع اقوله للناس. صح ولا لا؟ هل في كتب العلم والمدارس في حياتنا كلها نقلوا تجربة او صفحة او مجلد عن خطأ فلان من الناس يصيغونه لك من اول لين اخره؟ كل الكتب تتكلم لك عن النجاحات والانجازات والافكار والابتكارات والاختراعات. صح ولا لا؟ كلهم العلماء هذا العصر وعلماء العصر القريب، اينشتاين اللي هم هل جابوهم لنا في الكتب يعلموننا ايش اخطائهم؟ رغم انك لو تدقق في حياتك تلقاه مليان خطا. صح؟ هل جاء قال والله اينشتاين سوى وفعل وخطا وراح وطق لا، علمونا الانجازات وعلمونا. انا محتاج اسمع نجاح، محتاج اسمع انجازات، محتاج اعرف كيف الناجحين شقوا طريقهم. ماني محتاج اسمع مشاكل، ماني محتاج اسمع اشياء ضيق الصدر ضيق الخلق ضيق الخاطر. في بدأ الناس تراشقوا بالاتهامات، هذا يقول لها كذا وهذا يقول لها كذا وهذا يقول لها كذا. ليه؟ هذا هو الابتلاء، هو البلاء على هالمجتمع بكلامه هذا. اما مسألة والله اني والله انا في انسانيتي واذا تعبت المرأة بربيها عند ابوها، لا والله كذا ما انت برجال. لا والله ما انت برجال. اللي بتترك سواء زوجتك او غيرها حتى لو انه خويك، تترك انسان في حاجتك، انت ما انت برجال. والنذل اللي بيقتص منك في وقت حاجتك له، هذا النذل. تقول ايه تذكر هذاك اليوم كذا وكذا وكذا، هذا النذل. لكن الكريم اللي تربى على الكرم وعارف ان الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، عارف ان الله ينظر اليه، لا والله شو انا معرض يوم من الايام اني اكون اسوأ من هذا. فاذا انت كفو وقد انك تبني اسره ناجحه، خليك ماشي صح في حياتك. ما انت بكفو لا تجي في نص الطريق تتشكى. حتى لو بينك وبين زوجتك مشكله، انت اللي قادر تحلها بعد الله. لا تحكم من خطأ ولا خطأين. انت قائد هذه الرحله، ولا تدخل احد. تدخل حد. وبعدين ايش ضعف الشخصيه من بعض الناس؟ يسمع كلام زي هذا ويبنيه على حياته. ما عندك شخصيه انت، ما عندك قوه اتخاذ قرار، ما عندك اتزان في عقلك تقدر تبني وتقارن. انا ما لي دخل، ما اسمح لكائنا من كان. كائنا من كان لو اقرب الناس لك، لو الناس اللي الله امرك ببرهم، ما تدخل قراراتهم بحياتك الشخصيه. تبني، يقول لي كل مقام مقال، تبني بناء على الشيء اللي انت قاعد تشوفه، وتقدر الامور بمقاديرها، لا ضرر ولا ضرار. زوجتك اخطأت بسيطه، الله سبحانه وتعالى قال وعصى ادم ربه في الجنه، وشاف الملائكه وتسجد له، مع ذلك عصى ادم ربه وغفر له الله، وعلمك الله انه ترى ابوكم ادم قد عصى من قبلكم، لا تحكمون على بعض من المعاصي. هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، أم معاوية بن أبي سفيان، في بداية دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام صارت اللي هي توقعنا معركة بدر اللي قتل فيها أبوها. من الضيقة وقوة الثأر اللي فيها، من قتلت؟ من أمرت وحشي يقتل؟ حمزة بن عبد المطلب، اللي بإسلامه أسلم كثير من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما أعز الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته
أكثر من إسلام عمر بن الخطاب وحمزة، عم حمزة اللي كان كل يهابه، قتلته وخذت بثارها. هل حكم عليها التاريخ بناء على هالقتل ونفاها وأهدر منفعتها؟ لا، أخرج الله منها أول ملك في الإسلام، أول ملك من الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اللي حكم مملكة عظيمة مليئة بالإنجازات والدعوة والفتوحات. طيب لو حكمنا عليها من ذيك الحين بخطأها هذا، قلنا خلاص أنت ما عاد فيك، أنت سويتي وحطيتي وفعلتي وتركتي. يورينا الله ويورينا الله الصور ويترك لنا المجال نتدبر ليش صار كذا. طب هذه قتلت عم الرسول، فيه صورة عظيمة في الشيء هذا، مع ذلك الله ما عاملها بناء على هالشيء. أخرج الله منها أول ملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فأنت لا تعامل أحد بناء على هالخطأ، ما تدري وش الله يخرج منه، ما تدري وش علاقته مع الله، ما تدري وش المنفعة اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يكتبها لهالمجتمع، مو بشرط لك أنت. صحيح. ولا تنسى أنك أنت ما أنت في محط أو في مكانة أنك تطلق الأحكام، ما هو أنت اللي تطلق الأحكام، أنت اللي عليك أنك تقدر تسدد وتقارب، تعالج بالشيء اللي تقدر عليه. النهاية الأمر متروك لله سبحانه وتعالى. لا تخرب بيت أحد ولا تخرب بيت نفسك، واتق الله في نفسك وفي أسرتك وفي أبنائك وفي زوجتك اللي والله أن تسأل عنهم كل من كبيرهم ولا صغيرهم. لا تقول هي السبب، لا، المجال كله في يديك. أنت اللي قادر تخلي هالبيت يحبك، وأنت اللي قادر تخلي هالبيت يكرهك. صحيح. هل المطلقات مظلومات أبو عبد الله؟ الطلاق يعني شيء الله سبحانه وتعالى أخبرنا به من قبل حتى لا نستوعبه في القرآن، وعلمنا أنه تجربة من تجارب الحياة. طلاق، الرزق، الإرث، كلها تجارب، يعني مراحل من مراحل الحياة. فقد يكون الخير في الطلاق، قد يكون الشر في الطلاق، لكن الإنسان دائما ما يستعجل ولا يسعى بالشر. الشر لا تستعجل فيه، لا تستهين بالشر. فهمت علي؟ مسألة أنهم مظلومات، لا، ما هم مظلومات، ما هم مظلومات. الطلاق يعني صفة وليست خلاص سجن أبدي. صفة أنها خلاص كانت متزوجة وانفصلت صارت مطلقة. فهمت علي؟ صفة بعضنا يحس أنها مظلومة في المجتمع، تقول أنا مظلومة في المجتمع، خاصة إذا هي تطلقت أحيانا بعض الأسباب تكون يعني أسباب لا شيء. والله يشوف، نعم ممكن تكون مرت بتجربة قاسية من زوج ظالم. نقول البعض يعني البعض نعم، والله البعض يعني أنا أقرأ وأشوف تجيني بعض التعليقات إنه والله بعض الآباء حتى يعني سنين ممكن عنده 5 6 7، تخيل إن عياله أطفال وكبروا ما عمره شال واحد منهم ولا حبة، ولا أنا أصرف أنا أعطي أنا أوكل. يا أخي كل يصرف، حتى لو عندك دواب، لو عندك غنم بتوكلها وتشربها. الأكل والصرف ذا ما هو بمحسوبية. المحسوبية أنت أيها الأب إيش بنيت داخل هالأرواح. صحيح. من أمهم إلى أصغرهم، إيش البصمة اللي نقول ممكن تركتها عند فلان من الناس. إيش بنيت؟ زدت ثقتهم في أنفسهم، علمتهم، غرست فيهم الخير، علمتهم مسؤولية المجتمع، علمتهم الصدق، علمتهم الأمانة. والتعليم مو بالكلام، التعليم بأنك أنت أول من يمثل هالدور قدام. صحيح. أول من يمثل، لأنك أنت لا شعوري العقل الباطن قاعد ينسخك ويلصقك في داخله، عقولهم الباطنة قاعدة تنسخك وتلصقك في داخله. الله يذكرني وأنا صغير من قوة ما أني منجذب بأبوي الله يرحمه، كنت أشوف وين رجله توطى وأوطى وراه. لا إله يطيبين وطيبين ما بيجيبوني، أقلده هو ما يدري وقاعد يمشي، أشوف أحط رجلي هنا، عود أحط رجلي هنا. الطفل ما أدري، بس من قوة إني متعلق بهالإنسان. طيب لو كان هالإنسان غير صالح للحياة، إنسان يأكل يشرب، تمشي دربه أكيد ما في شك. لا الغالب يعني بكرهه، معليش، في يمكن تمشي دربه، بتصير مثله نسخة أخرى، بتنتقم الشيء اللي صار منك
ما تبخليه يروح كذا، بترجع تنتقم من اللي بعدك فيه. فأنا قد قريت مقولة يعني يقول لك لا تجعل الأسرة التي خرجت منها تفسد الأسرة التي أتت منك. الله. ما لهم دخل ترى، ما لهم أي علاقة بكل شيء صار لك. اللي صار وانتهى. أنت الآن هو أنت في حاضرك اللي أنت فيه اليوم. تبني بناء على محبة يا أخي مساكين، من لهم بعد الله إلا أنت. تكون بدال ما تكون أنت يعني الحصن المنيع منهم لهم، بدال ما تكون أنت اللي تحافظ عليهم، أنت اللي قاعد تشوههم داخليا. صح. نعم في بعض المطلقات اضطرت أنها تكون مطلقة بسبب مشاكل عنيفة. أنا والله تمر علي مشاكل بالخاص ما يعلم بها إلا الله، من سب وشتم وقذف وضرب وإهانة وتقصير وأدوار للزوج في البيت، أدوار غرائزية فقط. شفت الشيء الغرائزي اللي موجود حتى في الحيوانات؟ الله يعزك والسامعين الملائكة، بس دوره كذا، غيره داخليا ما بي. متى آخر مرة قلت كلمة حلوة؟ أنا ماني بحاجة، ليش أقول كلمة حلوة؟ متى آخر مرة دخلت البيت بيدك هدايا لزوجتك وعيالك؟ يا أخوي يحمدون ربهم إني أكد عليهم وأكلهم وأشربهم، أنا فاضي، أنا صالي مديري ولا صالي هذا ولا صالي. متى آخر مرة قلت تعالوا كلكم في حضني، تعالوا أضمكم، تعالوا أحبكم؟ متى آخر مرة انفردت بكل واحد منهم تدرس شخصيته وتعرف إيش صفاته وتحاول تنمي نقاط القوة عنده وتحاول تخليه يجتاز نقاط الضعف؟ متى؟ بعضهم ما يدري وش إني أقول ترى. بعضهم الكلام هذا اللي أنا أقوله يسمع بس ما يدري وش هو. دورك كأب ترى دور عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. مسألة بس انك تحسب دورك اكل وشرب، لا عادي. انت حتى لو انك عايش لحالك بتوكل نفسك وتشرب نفسك تصرف على نفسك، بتمن على نفسك تقول انا قاعد اوكل نفسي. هل المجتمع الآن أصبح مجتمع في تفكك؟ يعني في وحدة على طاري الطلاق، يعني ماخذين الحياة كلها ببساطة. تقول نمت وتحلمت اني اطلب الطلاق من زوجي، تقول لما صحيت طلبت الطلاق من زوجي وطلقت. هل لهالدرجة الحياة صارت؟ لا بالعكس، انا اشوف ان الوعي زاد. هذا على فكرة ترى يعني حادثة حقيقية ترى، وهذا الشخص البنت اللي تتكلم هذه مشهورة. والله شوف هذول الصور للاسف تستحي وانت تسمعها بدال منهم. يعني المفروض هم اللي يستحون، تصير انت المستمع والمشاهد تستحي عنهم. ما قيس المجتمع عليهم، بالعكس الوعي زاد، الثقافة زادت. مهما كان عدد الصور السيئة اللي تطلع على المجتمع، ترى هذا 1% من الصور الجميلة اللي ما هي محتاجة أنها تظهر. ما هي محتاجة. أنا كأب في أسرة متزنة مليئة بالحب، مليئة بالعلاقة الصادقة، مليئة بالرحمة، ماني محتاج أن يظهر نفسي للمجتمع، لأن ما عندي الوقت الكافي أصلاً. أنا ما عندي الوقت الكافي حتى أوري الناس إني مبسوط. وعلى فكرة ترى ما في أحد مبسوط عنده الرغبة إنه يوري أحد إنه مبسوط. بعض الناس ترى اعتمادهم في ذا الحياة إني عشان أحس بالارتواء النفسي كذا حياته كلها بالجوال. جاء الأكل لازم نصور عشان نوري الناس، جت العزيمة نوري الناس، جت كذا. أنا طيب كإنسان متزن ومبسوط وحياتي زينة، ما عندي الوقت إني أوري أحد، أنا ماني بحاجة. بعضهم يشوف الاتزان هذا من عيون الناس، عنده نقص. هذا أمره بسيط يهون عند هذا اللي قلت أنت. تقول حلمت إني طلبت الطلاق، قمت طلبت الطلاق ليه؟ يعني على أساس إن الحلم وشو؟ وحي ينزل عليه ولا وشو؟ وأصلا ليش تعلميننا؟ يعني الموضوع استافه، والشيء اللي سويتي أنت تافه، ما يسوي حتى البزر اللي عنده لعبة مستحيل إنه يتخلى عن لعبته، وهي لعبة ما لها روح ولا لها جسد. تتخلين عن حياتك عشان حلم وتجين مبسوطة تعلميننا؟ إيش حاجتنا النبي تفاهتك هذه؟ اللي بيعظم الحياة من تعظيم ربها لها هذا إنسان الله فاتح على قلبه، واللي بيستتفه الحياة بناء على والله إن الله أعطاه القوة والقدرة والتصرف بناء على أنها والله قراراته وكيف، عاد هذا إنسان مطموس على قلبه.
المراهقين يا ابو عبد الله، المراهقين يحتاجون تعامل خاص. كيف الطريقه الاسهل والافضل في التعامل مع المراهق، سواء من الاب او الام؟ بتكلم لك من فتره المراهقه اللي انا مريت فيها. اول حاجه المراهق لا تتصادم معه. اول حاجه المراهق لا تتصادم معه. خلاص المراهق دخل في فتره النضج اللي تلخبط فيها كل شيء. الهرمونات مره واحده طلعت. فجاه شاف انه يا اخي بديت احس بالحب، ودي احب. فجاه شاف انه والله يا اخي ودي ان احد يحبني. فجاه شاف مر عليه شعور جديد. كان طفل يلعب ويركض يا رجال، السروال لون والفنينه لون، ما يدري عن نفسه، والنعالين كل واحده لون، الله يكرمك ما يدري. الحياه حلوه وماشيه، مخباه مشقوق مبسوط، تلقى سرواله مشقوق ما يدري، في قمه السعاده، في قمه فل مبسوط. فجاه يا اخي طلع من السعاده هذه دخل في وعي. هذا ترى المراهق، سر رجال. المراهق ما هو بإنسان سيء مثل ما نشوفه هنا. للأسف المجتمعات العربية ما عندنا ثقافة احتواء الإنسان المخطئ أو احتواء الإنسان اللي حتى هو ما قدر يفهم نفسه. حنا أي أحد يعاندنا ننفره، أي أحد يسوي خطأ غير عنا ننفره، ما نعرف نحتوي. لو عندنا ثقافة إن نجيب الإنسان المخطئ أو الإنسان اللي بادي يتوجه توجيهات خطأ هذا، ثم نحتويه، ثم نبسط له الأمور، ثم نعلمه، ثم نحبه، ثم نخليه يحبنا، استحى. ترى الإنتاجية أو الأمور اللي تأخذها بحب أكثر من اللي تأخذها بالقسوة ورفعة الصوت. مهما كنت أب مصير المراهق ذا يكبر. وأنا ترى بقول لكم حاجة، يعني لا تقسون على أبنائكم. ترى في النهاية روح وجسد ومشاعر. حاول تخترق هالمشاعر، حاول تكون أنت جزء منها. لا تخليه يتخلى عنك، لا تخليه يبحث عن هالمشاعر برا. أنا خارج البيت، خارج البيت سواء بنت ولا ولد، اخترق مشاعره. ما هو بأنك الآن تحتال عليه، لا، الحب ما فيه احتيال. خليه يحبك، خليه يفتح لك قلبه، خليه إذا غبت من غير شر يفقدك. يا أخي ما فضفض، ما سولف، ما علمك ايش صار فيك، كيف يومك؟ عودهم يوم بزران، كيف يومك؟ سويت الحمد لله والله. ايش الشيء الجميل اللي مر معك اليوم؟ انا والله عندي تجربه ترى كذا، انا اسوي مع اطفالي. ايش الشيء الجميل اللي مرت فيه اليوم؟ والله كذا 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 كذا. ايش السيء اللي مرت فيه اليوم؟ حتى يكون عندك احصائيه عن وش الاشياء السيئه، هل ارتفعت ولا تنزل ولا لين توصل لفتره من الفترات يقول لك ما في شيء سيء مره، الحمد لله يومي جميل. والله في المدرسة طقني، والله هذا كذا، والله المدرسة قالت لي، والله خلاص تصير أنت جزء من هالتفاصيل. في المراهق لازم تحتويه، في نفس الوقت لازم تتركه يصارع الحياة، لأنه في النهاية راح يطلع يواجه الحياة بنفسه. تعطيه فرصته، اتركه يتعلم، اتركه يتعلم. هذه رسالة برضو للمراهق ولا غير المراهق. اتق الله في نفسك وفي ثقة أهلك فيك. ترى أهلك يعني مو بمنه الموضوع، وهذا شيء الله كاتبه، لكن ترى تعبوا في اللحظات اللي انت قاعد تنمو فيها. تعبوا في اللحظات اللي من يومك جنين في بطن امك، تعبوا تعب يعني حتى كتب التاريخ ما تقدر تصف هذا التعب. تاخذ وقت طويل، تاخذ عمرك وزياده عليه عشان نجي نشرح لك ايش التفاصيل اللي صارت ما تدري عنها انت. فاذا اهلك اعطوك الثقه انك تجرب الحياه، اتق الله في نفسك، خليك صاحي ومفتح، خل قراراتك من نفسك. يعني مو بتاخذها من الشارع، قراراتك من نفسك، تكون مشاركة مع أهلك. طيب طالما الحديث عن الشباب، أحيانا يكون في مجلس أحد ممكن ابنك أو أحد أبنائك أو أحد أبناء الناس اللي موجودين يخطي خطأ، فيكون أحيانا أنت تبغى توجه بطريقة قاسية شوي وبصوت عالي. هذه موجودة في مجتمعنا أبو عبد الله. ما تحس أن الموضوع هذا مفترض أنه يكون له حد، أنك أنت تنصح شخص ما يكون قدام الناس بقساوة؟ نعم نعم نعم. ليش ترفع صوتك يا؟ بأي حق ترفع صوتك؟ هذا كيان مثلك، روح وجسد ومشاعر وعقل، تأثر عليه نفسيا. تأثر، نعم تأثر، حتى لو هو عبر لك عكس ذلك تأثر عليه، تبقى في ذاكرته. أنت تحط لك
تحط لك بصمه سيئه في ذاكرته على ما ينساها. ما ينساها. لا تفشلني قدام احد ولا ترفع صوتك علي قدام احد كائنا من كنت. الرسول عليه الصلاه والسلام مره دخل مع الصحابه، واحد الله يعزكم كان يتبول في زاويه المسجد، تخيل مسجد قاعد يتبول، راحوا الصحابه يركضون، قال الرسول دعوه حتى يفرغ، خلوه لين يخلص. ما قال يا ولد وش عندك انت؟ لا اله الا الله. مجنون، بيت الله يا فيك يا مقطي، خلوه حتى يفرغ. بيت الله عاد وش عز من بيت الله؟ تجي انت ترفع صوتك على واحد في مجلسك، هذا خطأ، تصرف خاطئ، وانا ضد ان الانسان يرفع صوته حتى على ابنائه، لا ترفع صوتك عليه. عبد الله، انا شفت لي مقطع امس او اليوم على 2 من المشاهير في شباب البومب، رايحين في ملاهي. اول ما نزلوا من السياره نازلين يصورون، استقبلوهم اهل الدعوه، مستقبلينهم وجايبين بوديغارديه. صوروا في البدايه، شافوا ما في احد، شالوا جوالاتهم، والبوديغارديه ماسكين يدينهم يمين ويسار، والمكان ما في احد، يمشون وهم حتى ما يلتفتون، ومع انه لا في احد يمهم، لا حريم ولا شباب ولا احد، وماشيين في الملاهي. هذا عينه من افعال كثيره نشوفها للمشاهير. طيب هل المشهور في مكان يعني مختلف عن المجتمع، هل هو فعلا يحتاج انه يكون فيه بوديغارديه من الناس؟ انت وش هو بدون شهرتك؟ او وش انت بدون المجتمع والناس؟ والله شوف، يعني هذه حاله اشوفها بشكل غير طبيعي في الفتره الاخيره في مشاهير هذا الزمن. والله شوف، سواء المشهور بمحبة الناس أو بدونها، بدون أخلاق وبدون تواضع بدون رقي ولا شيء. يعني معليش، بعض المشاهير لو دقق في حياتها قبل الشهرة، إن كثرت رصيدها تعدى 2000 3000 ريال 4000 ريال ويقصد عمره عليها، صح ولا لا؟ بعد الشهرة فتح الله عليك بالمال، فتح الله عليك بالخير. ليه؟ لأن أنت تعيش في عالم أرقام، واللي اختاروك انك تكون ممثل او اختاروك انك تكون واجهة اعلانية لهم بناء على هالارقام اللي شافوها، هالارقام كلها حب. في مسألة انك ترجع تتكبر على هالارقام، هذه يعني معليش قلة حيلة منك، ضعف نفس. وش انت مثلك مثلهم ولد 9. وهالبوديغاردية ترى تقدر تستأجرهم، حتى لو راح بقالة انا اقدر استأجرهم، مسوين دائرة عليك ليه؟ سديس طالع بيدخل الحرم. من انت؟ من زين عاد هالرسالة اللي تقدمها في تمثيلك؟ ما في ولا رسالة هادفة، كلها تشطيف وتفحيط وتحداك وانقلب بالدباب ورجع. وش يعني؟ وش الشيء المميز اللي انت خايف على نفسك وجايب هالبوديغاردية عليه؟ زدت العلم في انشطار الذرة، حوش بيتكم فيه يورانيوم. وش العلم اللي عندك؟ توك جاي نازل محطة الفضاء الدولي، طلعت على عالم آخر ما حد اطلع عليه، ما عندك شيء. لو أعطيك ورقة وقلم حتى توقيع أقول لك وقع، ما أنت بعرف توقع. إنسان بدائي عادي رفعك الله سبحانه وتعالى بمحبة هالناس لك، لا تشوف نفسك على حد. بالنسبة له البوديغاردية والناس اللي يصورون صجة، ترى هذه كلها جروبات تليجرام. يعني أنت لما تجي مكان تلقى مشاهير مسوين عليهم دائرة البوديغاردية، في نفس الوقت والله البوديغاردية ناس تصارخ، ترى هذه جروبات تستأجرهم كل واحد 200 ريال بفلوس. هذول اللي يسارقون فلوس ترى تجيبهم. لا. أقدر الحين أنا وياه كنا قاعدين هنا أملى الشارع ذا، خلي ذا الشارع يسكر وهم يصفقون لنا ويصيحون بعد. تقدر تختار صياح ولا بدون صياح. 200 ريال الشخص. 200 ريال يا بلاش. نقدر إن نخلص ونروح نزاعق معهم، كل واحد ياخذ له 200 ريال. عبد الله، أنا من الناس اللي توفى ابني، الله يرحمه، وكانت يعني وفاته فيها مأساة، فعندي صار يأس. أظن أنت برضو وفاة والدك صار عندك يأس. نعم. إيش الحل مع حالة اليأس اللي عايشين فيها؟ وشوف، عندك يعني أحد أمرين، يا أنك تخلي اليأس هذا اللحظة اللي تبقيك في منطقة الصفر ولا عاد تتحرك وتبقى إنسان عاجز،
يا انك تخليها الاصرار والوقود اللي تنطلق به فيها الحياه. فقدت غالي، ما يعني فقدت فرصه، فقدت لحظه جميله، فقدت انسان جميل، كلنا راح نمشي من هالحياه وراح نتقابل في الجنه. انا يوم قعدت افكر وضاق صدري وزدت الحزن، فكرت قلت يا اخي ابوي لو كان عايش الحين على قيد الحياه، هل بيرضيه اني اكون انسان حزين؟ طبعا لا. ولا بيرضي اني اكون انسان سعيد وقاعد اتقدم في حياتي؟ هو اساسا يعني من ضمن الامور اللي خلته يتعب انه كان يسعى اني اكون انسان سعيد ويسعى اني اكون انسان ناجح. فاليأس ايا كان لا تعترف به في حياتك ابدا. مهما كان اليأس يطرق بابك، اعرف ان الله معك سبحانه وتعالى. في السراء الله معك، في الضراء الله معك، انت رايح الله معك، انت جاي الله معك. الشيطان يبغاك تيأس. من اول الامور اللي تدخلك في سوء الظن هي اليأس. الشيطان ما يجي انسان يقينه قوي، انسان عزمه قوي واصراره قوي. الشيطان يجي انسان يائس. الشيطان يستمد طاقته وقوته من يأسك ومدى حزنك. يأسك ومدى حزنك هو اللي يخلي سبحان الله يعني نورك ينطفئ، تصير خلاص زي السراج الطافي. يجيك الشيطان عاد يملأك بطاقة الشر واليأس والقنوط والبعد عن الله والمعصية. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفقر ما هو بس فقر الفلوس، فقر الحال، فقر الفرص، فقر اللحظات الجميلة، فقر الأشياء اللي أنت تخاف منها. يعدكم وش بيصير وش ما يصير، مهي بزاينة ما أدري إيش، تدخل في شعور يأس. لأن دخلت في شعور يأس تدخل في كتمة نفسية تكاك، تبي تهرب من هالشعور أقرب معصية. لا لا لا. عشان وشو تكون خلاص ما عاد في مهرب. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنت تبي تروح مع الشيطان يعدك بالفقر، ولا تبي تروح مع الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ خليك مع الطريق اللي الله سبحانه وتعالى أمرك به. دائما طريق الله ما هو مكلف ولا هو متعب ولا هو مجرد حركات بدنية أنت تسويها عشان ترهق نفسك، لا، هو طوق النجاة الحقيقي، هو الطريق الحقيقي اللي أنت لازم تسلكه في الحياة. الله قاعد يعطيك الإرشادات من البداية إلى النهاية. تبغى تنجر خلف الدنيا ومادتها وتجعلها المقياس اللي يحكم هل أنت إنسان سعيد ولا إنسان تعيس، ولا تبغى تقول يا أخي ما فقدت الله سبحانه وتعالى، يكفي إن الله معي، يكفي إن الله سبحانه وتعالى مطلع علي، يكفي إن الله يدري إني قاعد أحاول، ما يهمني يرضى عني أحد، أهم شيء إن الله راضي عني، يكفي إني حتى قاعد أسعى لأنال رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة تكفيك، هذه الحالة تكفيك إنك تصحى مبسوط وتنام مبسوط. صحيح. وعشان تكون مبسوط دائما خلي برنامجك اليومي، من يوم تفتح عينك من النوم أول فكرة ترد في ذهنك هي الله سبحانه وتعالى، طريقك معه، دوام ما أدري إيش، أول فكرة تقول الحين وش الشيء المفروض إني أسوي عشان أرضي الله؟ يلا صلاة الفجر، السنة، قراءة القرآن، التسبيح. تكون المحرك لك هو الحب الحب الحب، مو بس أشياء يعني أنت تعودت عليها، عقلك الباطن تعود عليها، بس يلا قم صلي ما تجيك تقول في الصلاة لا، أشياء خلاص بنيت على حب. هذه اللي تنال ثمرتها سبحان الله. هذه اللي تخليك كل شوي تطلع من معجزة تدخل في معجزة، تطلع من معجزة. وأقولك شيء والله يا ثلثين النعم والمعجزات اللي في حياتك حتى أنت متداري عنها. صحيح. من تحسبها من قوة الهدوء اللي الله معيشك فيه. أسأل الله أنه يوفقنا يا رب، وأنه يكفينا شر الدنيا، شر أنفسنا، وشر كل ما فيه شر يا رب العالمين. اللهم آمين. أخوي حسين شكرا لك. العفو الله يطول عمرك. شكرا لك اللي شرفتني سمحت لنا بهاللقاء الجميل معك. تشرفت فيك حبيبي. الله يطول عمرك يا رب إن شاء الله. جزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم.